بعد ما اتكلمنا عن اقوى فرق في دوريات شمال افريقيا كلها، واللي هم تحديدا المغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان ومصر، جه الدور دلوقتي ان احنا نتكلم عن عرب اسيا. عارف ان لسه في دول افريقيا ما اتكلمتش عنها، بس هنخليهم كلهم في فيديو واحد في الاخر. اما النهارده فاحنا هنتكلم عن اقوى 8 فرق في الدوري الاردني. الدوري الاردني اللي بيعتبر اقوى دوري عربي في اسيا بره الخليج. هنتكلم عن الفرق من المركز الثامن للمركز الثالث، والاول والتاني كلنا عارفين هم مين: الفيصلي والوحدات، كلاسيكو الاردن، الديربي الاكثر سخونه يمكن في اسيا كلها. فايه سبب العداوه التاريخيه ما بين الفرقتين دول، ويا ترى مين فيهم الاقوى؟ هو ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهارده. فانزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس تابعنا على الانستجرام، ويلا بينا نبدا. نروح للعاصمه عمان ونادي عمان العماني، فاهم؟ النادي اللي فاز بلقب الدوري الاردني الممتاز مره واحده، وده انجازه الوحيد. النادي اتأسس 1976، فاز بالدوري 1984، هبط 1985 على طول، فاهم؟ قعد في الدوري لغايه لما خده وبعد كده هبط. ولسه برضه في العاصمه وفي المركز السابع نادي الجزيره، واحد من اقدم الانديه الاردنيه، اتأسس 1947، فاز بلقب الدوري 3 مرات ولقب الكاس مرتين، وكان وصيف الكاس مره واحده. نادي الجزيره هو بيعتبر نادي تاريخي، نادي عريق، لكن هو حاليا مش نادي القاب، وده اللي مخليه في مركز متاخر جدا في الفيديو، لدرجه ان في انديه جايه بعده القابها اقل منه. وفي المركز السادس من اربد نادي الحسين، النادي اللي متسمى على اسم ملك الاردن الملك حسين. النادي اللي رغم ان هو نادي عريق اتأسس 1964، لكن معظم بطولاته حديثه. يعني هو فاز بلقبين دوري اخر سنتين اصلا، لكنه ما فازش باي لقب كاس اردني، بس فاز بلقب كاس السوبر الاردني ودرع الاتحاد الاردني 3 مرات، ودي كل انجازاته لانه ملوش اي انجازات خارج الاردن. وفي المركز الخامس النادي الاهلي الاردني، اللي برضه بيعتبر من انديه العاصمه من عمان، فاز ب8 القاب دوري ولقب وحيد لكاس الاردن، وكان بطل كاس السوبر الاردني مره واحده. الالقاب دي بتخليه ثالث اكتر نادي فاز بالدوري اصلا، فالمفروض في ال6 فرق اللي معانا دول هو اكتر نادي فاز بالدوري، بس رغم كده هو موجود زي ما قلت في المركز الخامس. في ال6 اللي احنا بنتكلم عنهم هو في المركز الثالث. ليه؟ لان هو ملوش القاب بره الاردن اولا، ثانيا وده المهم كل القابه قديمه جدا. النادي ده يعني بيعتبر احد اقدم الانديه في الاردن، تاسس 1944، فاز بالدوري 1947 و1949 و1950 و1951 و1954 و1975 1978، واخر مره فاز بالدوري كانت 1979. فاز بالكاس والسوبر في 2016، بس هو لازال نادي عايش على الماضي، نادي تاريخي مش اكتر، فده اللي بيخليه في المركز الثالث بالنسبه للانديه اللي معانا. لان في المركز الثاني او بشكل عام في ال8 انديه اللي معانا في الفيديو، في المركز الرابع نادي شباب الاردن. نادي شباب الاردن زمان كان اسمه نادي القادسيه، اتاسس سنه 2002، وفاز بلقبين دوري اردني ولقبين كاس الاردن، وكان وصيف 3 مرات للكاس، ولقبين سوبر اردني، ولقب درع الاتحاد الاردني. لكن الاهم والحاجه اللي مخليها في مركز متقدم جدا كده في الفيديو، هو انه النادي الوحيد في الانديه دي اللي فاز ببطوله قاريه، لانه فاز بكاس الاتحاد الاسيوي في 2007. ده انجاز تاريخي للاردن كلها مش بس للنادي ده، فده اللي بيخليه واحد من اقوى وانجح الانديه في الاردن، لانه نجح على المستوى القاري. وطبعا في المركز الثالث نادي الرمثا الاردني، واللي بيعتبر ثالث اكتر نادي شعبيه في الاردن. النادي اللي فاز ب3 دوري اردني و2 كاس الاردن و5 درع الاتحاد الاردني و3 كاس الكؤوس الاردني. ده غير انه خد مركز ثالث في بطوله اسيا للانديه ابطال الكاس، فهو حتى على المستوى القاري ليه صولات وجولات حتى لو ما خدش لقب. فبس هم دول ال6 انديه اللي احنا اتكلمنا عنهم، واللي بيعتبروا من اقوى 8 فرق في الاردن، لان خلاص باقي فرقتين وطبعا كلنا عارفين هم مين زي ما قلنا، هم الفيصلي والوحدات. وهنقارنهم ببعض دلوقتي وهنتكلم عن تاريخ الديربي ده، وهختار من وجهة نظري مين فيهم اول ومين فيهم تاني، بس فعلا الترتيب مش هو المهم على قد ما المهم قصة الناديين دول. في 1932 اتأسس نادي الفيصلي الأردني، النادي اللي بيعتبر من أقدم أندية الأردن ومن أكتر أندية الأردن شعبية، إذا ما كانش هو أكتر نادي شعبية في الأردن. وبعدها ب 24 سنة اتأسس نادي الوحدات الأردني، واللي كان تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللي هي الأونروا. فمن الأول والنادي ده محسوب على اللاجئين الفلسطينيين، لدرجة إنه أحيانا بيعتبر أصلا نادي فلسطيني. يعني أصلا بص اللوجو بتاعه عامل إزاي. فالديربي مش مجرد ديربي ما بين ناديين، لا، الديربي ده وراه حساسيات كتير ومواضيع ما ينفعش نتكلم فيها عشان ما نبقاش بنعمل فتنه، بس للاسف ده الواقع الموجود.
في عنصريه كتير في الديربي ده، في حساسيه كتير. ده للاسف بيعبر عن انقسامات كتير جوه الجمهور الاردني، واللي بيغذيه اكتر التنافس الرياضي. معروف في اي ديربي ما بين فريقين في تنافس وفي شد وجذب، في عداوه ما بين اي فريقين في اي حته في العالم. فالموضوع مش بس بسبب حته الانقسامات او السياسه بمعنى اصح، لا ده سبب لكن بيغذيه او بيضاعفوا التنافس الكروي. لان الفيصلي والوحدات هم اكتر ناديين في الاردن فازوا بالقاب. الوحدات فاز ب 17 دوري اردني، الفيصلي فاز ب 35، اكتر من الضعف. الوحدات فاز ب 13 كاس الاردن، الفيصلي فاز ب 21. الوحدات فاز ب 15 كاس سوبر اردني، الفيصلي فاز ب 17. الوحدات فاز ب 10 درع الاتحاد الاردني، الفيصلي فاز ب 9. ودي البطوله الوحيده اللي الوحدات بتفوق فيها على الفيصلي. بس فعلا الحاجه اللي بتخلي في تفوق واضح جدا 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 للفيصلي على الوحدات هي فوزه بكاس الاتحاد الاسيوي مرتين. دي حاجه بتخلي الفيصلي واحد من اقوى الانديه في تاريخ الانديه العربيه، مش بس الانديه الاردنيه. عشان كده المنافسه محسومه من حيث الالقاب سواء عددها او قيمتها لنادي الفيصلي الاردني، اللي احنا بدورنا كقناه كوره بنتكلم عن الكوره بس، فهنتكلم عن ان هو الافضل في تاريخ الاردن. يجي بعده على طول في المركز الثاني الوحدات غير كل البطولات اللي احنا قلنا عليها، فهو برضو كان فاز ببطولة الوحدات العربية، بطولة على اسمه، بطولة شارك فيها أندية من تونس والكويت ومصر زي الإسماعيلي والاتحاد السكندري والعراق ولبنان وسوريا. فهي يعتبر بطولة عربية على الضيق يعني، فاز بيها نادي الوحدات 3 مرات، وفاز بمجموعة كبيرة جدا من البطولات العربية اللي بنفس الفكرة دي أو بأفكار مشابهة، زي مثلا فرق فلسطينية مع فرق أردنية. اما نادي الفيصلي فغير كل البطولات اللي احنا قلناها، وهو برضو كان ليه تواجد قوي جدا في البطولات العربيه، لان هو كان وصيف البطوله العربيه مرتين، ووصيف البطوله العربيه للانديه الفائزه بالكؤوس مره، وبطوله النخبه العربيه اللي بتعتبر السوبر العربي مره. فهو يعتبر وصيف ل4 بطولات عربيه. فده لو هنقارنهم ببعض من حيث البطولات، لكن لو هنقارنهم ببعض من حيث المباريات المواجهه ما بينهم، فالفرقتين حققوا فوز 3-0. يعني الفيصلي اكبر فوز ليه على الوحدات كان 3-0، واكبر فوز للوحدات على الفيصلي كان 3-0. كان في ماتش 4-1 للفيصلي، بس 3-0 اكبر من ال 4-1 ده حسب نتائج الكوره. وطبعا من حيث الانتصارات فاللي فاز اكتر في الديربي كان الفيصلي ب 52 لقاء من 139، ده حسب اخر تحديث عندي. اكيد لما الفيديو يوصلك ممكن تكون الارقام اتغيرت، ممكن يكون اصلا عندي احصائيه قديمه، بس الثابت ان الفيصلي هو اكتر نادي فاز بالديربي. بس بشكل عام ده كان كل حاجه عندنا عن الفيصلي والوحدات والدوري الاردني عموما والكره في الاردن، اللي اخيرا بتوصل للعالميه وبيوصل منتخب الاردن لكاس العالم 2026. فكل التوفيق للمنتخب الاردني، وشكرا ليك لو كملت الفيديو للاخر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تفعل زر الجرس، تتابعنا على كل المنصات. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.